لو انت في ثانويه عامه فارجوك اسمع الفيديو ده عشان ما تغلطش غلطتي او غلطه في ناس كتير وقعوا فيها. 18 سنه من عمري انا ما اعرفش ان في حاجه اسمها كليه علاج طبيعي. دخلت ثانويه عامه، خلصت ثانويه عامه زي اي شخص في ثانويه عامه دلوقتي تايه، ما اعرفش اخش ايه، بابا اخش ايه، ماما ايه رايكم. جاهل، انسان جاهل ما يعرفش حاجه. وما كانش فيه ثقافة ان انا اشوف كليات وحد يقارن لي بقى ما بين الكليات، وانت هتعيش ازاي هنا وحياتك هتبقى عاملة ازاي هنا. ودخلت علاج طبيعي، ولما دخلت علاج طبيعي انا ما كنتش فاهم هو انا بعمل ايه. انا بعمل ايه؟ طب هو انا فعلا حابب حاجة زي كده؟ هو انا اخترت ابقى هنا. طب هو انا دخلت الكلية عن اقتناع فعلا؟ الاسئله دي كلها فضلت دايره في دماغي اول سنه. بس برغم كده انا مش هقول لك ان انا بقى كنت تعيس، لان خد بالك برضه ما توصلش للسلبيه. انت لو دخلت كليه معينه خلاص اتاقلم. برغم كده انا فضلت اذاكر واجتهد في الجامعه واشد حيلي، وجبت امتياز، وجبت خصومات في الجامعه، كليه خاصه بقى. بس انا ما كنتش بذاكر عشان نفسي، ما كنتش بذاكر عشان انا فعلا حابب المجال، انا ما اعرفوش اصلا. انا عشت عمر حياتي كله ما اعرفوش، فاهم؟ انا كنت بذاكر وبجتهد لمجرد ان انا كنت حاسس باهلي وبالفلوس ولا انا لازم اخفف عليهم، ولازم احسسهم فعلا ان هم اختاروا يعني حطوني في مكان صح، حطوني في مكان انا ما اعرفش اصلا ايه المكان ده، او هل انا فعلا حابه، هل انا فعلا عايز اعيش عمري كله في المجال ده. اسئله اكيد خطرت في بالك، واكيد واسالوا ناس كتير قوي من جيلي واللي قبلي سالوا نفسهم السؤال ده. يا جماعه نص المهندسين عملوا شيفت كارير. فدي ظاهره. احنا دلوقتي في فتره النتيجه بتاعت الثانويه عامه، فتره اختيار الكليات. فارجوك ارجوك، اختيارك للكليه ما يتبنيش على اساس ده في حد قال لي، ده بابا قال لي كذا، ده معرفش ايه. هتندم، هتندم. 6 سنين انت هتعيشهم في كلية او 5 سنين، ده عمر كبير جدا. فلو انت فعلا مش داخل ومقتنع بالكلية وفعلا حاسس ان هي على الاقل، اغلط. اغلط عادي، عادي جدا انك تغلط. بس لما تختار الكلية اختارها بمسؤولية، باقتناع، بفعلا انت حابب العيشة وانت بتشتغل الشغلانة دي. انا حابب العيشة وانا بشتغل دكتور، انا حابب العيشة وانا شغال مهندس واقف على بريمة. انا حابب العيشة دي. لان احنا دايما اتربينا ان احنا نختار الكليه اللي فيها فلوس، اللي شغلها عامل كذا، اللي مش ما تربناش ان احنا نختار الكليه على اساس الحياه اللي احنا عايزين نعيشها. المرتبات خلاص، احنا خلاص اقتنعنا ان بلدنا مش بلد شهادات، احنا عارفين هي بلد ايه. مش هقول لكم طبعا عشان ده سر. خلاص احنا اقتنعنا بحاجه زي كده. فاختار بقى الكليه اللي على مزاجك، اختار الكليه اللي انت تبقى مبسوط فيها، اللي تبدع فيها، اللي فعلا تديها مجهود وتعب من غير ما تبقى متضايق ولا زعلان ولا حاسس ان انت بتعمل ده عشان حد. انت مش هتعيش عمرك كله حابب الطب عشان ترضي باباك ومامتك، ده مش بر. ده مش بر، دي سلبيه. يعني بقى ده الشر ربنا يخليهم لك، بس انت لو دخلت طب عشان ترضي اهلك، لا قدر الله الاعمار بيد الله، مشيوا، تتوه. تتوه عشان انت كنت مختار الطب عشان عيلتك، او مختار الطب عشان حد قالك. لا، دور على الكلية، ابحث عنها، شوف التخصصات، شوف الشركات محتاجة ايه. دور، ده الهوم ورك بتاعك اللي محدش هيعلمهولك، محدش هيقولك كده، ولا حد هيعلمك، ولا حد ياخدك من ايدك يقولك دي كذا ودي كذا ودي كذا، انت عايز ايه بقى؟ محدش هيعمل لك كده. فانت اعمل كده، خش دور، ريسيرش، معاك الموبايل عليك كل حاجة. اقول لك انزل وشوف الصيادله، روح شوف مثلا الشركات، انزل وقول لهم انا عايز اعيش معاكم في اليوم ده، شوف حياتهم، شوف بيعملوا ايه، شوف مجالات الدراسه، شوف ما بعد التخرج، شوف وسط الدراسه، وخد قرارك وتحمل مسؤوليته. واغلط، مفيش مشكله انك تغلط. ما تعلمناش ان احنا نغلط واحنا صغيرين، ما تعلمناش ان احنا نقول احنا طب ما نجرب كذا، وحد يقول لنا يلا بينا يلا، كان حد من عيلتك يلا، ايه ده فشلت؟ عادي حبيبي، انت جربت وفعلا اتعلمت حاجه. هل انت كشخص اتربيت على كده، انك تبقى جريء، تبقى شجاع، تقدر تاخد خطوات، تقدر تخش في مجالات انت اتربيت على كده؟ عشان كده انت واقف دلوقتي عايز تختار كليتك مش عارف تختارها، لان انت مش عارف انت عايز ايه، انت مش عارف انت بتحب ايه، لان انت ما جربتش اصلا اي حاجه في حياتك عشان تعرف انت بتحب ولا بتكره ايه. شغلك اللي انت يعني هيبقى بعد كده حياتك او شكل حياتك.
انت لو دكتور خلاص حياتك هتبقى ما بين العياده وما اعرفش ايه والمرضى. حياتك انت ما جربتش شغلانات، ما جربتش هوايات، ما جربتش كان عندك موهبه وانت صغير ما جربتش انك تنميها، ما جربتش اي حاجه. فانت منين هتعرف انت حابب ايه او مهتم بايه من ناحيه الشغل؟ ارجوك اعمل ريسيرش كويس جدا. انت لو مهتم ان انت تجيب عربيه او تجيب تليفون، لو مثلا عايز تجيب عربيه هتلاقيك تعرف بقى المواتير، الماركات، الفتيس، معرفش ايه، لان انت بتثقف نفسك كويس جدا. عايز تجيب تليفون بتقلب ستيف جوبز، انا عايز التليفون يبقى مش عارف كام ميجا بكسل والشاشه معرفش ايه. اعمل كده في شغلك او في الكليه اللي انت عايز تعملها. دور كويس جدا، شوف فيديو اتنين تلاتة، يبقى الفترة الجاية اهتمامك الكامل، تدي كل طاقتك تدور وتعرف المجال ده والمجال ده والمجال ده، وساعتها انت تقرر، انت تبقى عارف انت عايز ايه. متخليش حد ياخدك من ايدك هو اللي يختار لك. ارجوك ارجوك ما تعملش كده.